هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عندي هنا نومة بصرة او الليمون المجفف. طبعا هنا انا اخذت من عنده البذور مالته كلها، طلعتها وكسرته وهنا خليته. هسه راح هنا أنا عندي خليت له قلاصين مي او قلاصين ونص وراح اضيفه. طبعا لازم نكسره ونوخر من عنده البذور مالته، لانه لا بقيناه به راح يبقى ويصير مر. هسه هنا راح يفور عندي، من يفور اخليه بالخلاط، اخلطه هو والنومه بصره، المي مالته والنومه بصره. طبعا هنا راح اضيف له كوب شكر، راح اخليه يفور لحد ما هنا يعني غير لونه. هسه هنا أنا يعني من فارده بالمونه مالته، يعني من النومه بصره نزل لجا والمي صعد لفوق، يعني ها هي. هسه راح اخلطه بالخلاط. هسه هنا بعد ما خلطته نفس القدريه مالته وهاي المصفايه راح اصفيه. هسه هنا هذا بعد ما نحتاجه اخذنا العصير. هنا أنا بخليه شويه يبرد، وراح اخليه شويه يبرد واضيفه بدن الدوكات. طبعا هنا انا غسلتهن ومجهزتهن. هنا عندي ما بعد شويه برد، يعني شويه مو حيل برد، اضيفه بالدوكه. ها عمه. طبعا هنا انا جاي اصور، عمتي صاحت لي قلت ها عمه وما ادري فتحت تصوير. انا حسيت التخين درت له بعد قلاص مي. أنا عندنا جهز العصير والليمون، طريقة كلش سهلة. كل قلاص صار كلش ثخين طيب. سهمكم العافية، إن شاء الله يعجبكم هذا المقطع. باي باي، أشوفكم بخير، السلامة.